قضية الطفلة جنات يا جماعة الخير، مدري كيف هكذا أحس في شعور غريب. أنا حاسس بأن الذي ماسكين القضية مستحيل من المجرم أحمد نجات، برغم أن القضية مثبتة بشهود وأدلة واعترافات. المجرم نفسه أحمد نجات يعني معترف بأنه خطف الطفلة جنات واغتصبها، ومدري كيف هكذا. والله العظيم إن أنا حاسس كذا، عندي إحساس وشعور غريب بأن الذي ماسكين القضية جالسين يماطلوا بالقضية ويلعبوا بالقضية لأنهم خازين من المجرم أحمد نجات، لأن المجرم أحمد نجات نفسه معترف ومبصم على نفسه بأنه خطف الطفلة جنات واغتصبها. ولا لو كان المجرم أحمد نجات نكر بأنه خطف الطفلة جنات واغتصبها كان احتكم براءة وخرج من أول أسبوع، وكان بينزل حكم على أبو الطفلة جنات برد اعتبار للمجرم أحمد نجات، لأنه أبو الطفلة جنات شخص مستضعف، ما فيش معه ناس، ما فيش معه قبائل، ما فيش معه مشايخ يوقفوا معه ويواجهوا القضية، مثل القضية اللي حصلت في السجن المركزي حق رداح. طبعا الكل داري إيش حصل في السجن المركزي داخل رداح. طبعا القضية حق السجن المركزي اللي في رداح، في ولد صغير راح يزور أخوه للسجن المركزي، راح يزور أخوه ويجيب لأخوه صبوح. وصل عند بوابة السجن المركزي، حراس الأمن قالوا له ادخل جيب لأخوك الصبوح. دخل ولد وهو ماشي من عند الحمامات، كان في واحد من المحابيس جالس ينظف الحمامات، شاف الولد الصغير هذا خلاه، لما وصل عنده اختطفوه ودخلوه الحمامات واغتصبوه. بعد ما كمل اغتصبوه، الولد الصغير روح لا عند ابوه، كلم ابوه. الاب قلب ابو الدنيا فوق وتحت، راح جمع المشايخ وجمع القبائل وجمع الناس، وراحوا للسجن المركزي شيقتحموا السجن المركزي وشيقتلوا هذا الرجال الذي اغتصب الولد. طبعا لما شافوا القبائل وشافوا الناس وشافوا المشايخ قالبين ابو الدنيا فوق وتحت، فعلوا جلسة مستعجلة وأصدروا حكم الإعدام على المجرم في أول جلسة. يعني القضية كلها مستغرقت يمكن 4 أيام. المجرم اغتصب الولد يوم السبت، ما أجى يوم الربوع إلا وأصدروا عليه حكم الإعدام. ليش؟ لأنه أبو الولد في بعده رجال وبعده قبائل وبعده مشايخ قلبوا أبو الدنيا فوق وتحت، فلذلك القضية مستغرقت حتى 4 أيام وأصدر فيها حكم الإعدام على المجرم. وقضية الطفلة جنات دائم مغلق لها أكثر من شهرين يماطلوا بالقضية ويلعبوا بالقضية، وكانوا يشتوا يخفوا الأدلة. ليش؟ لأنه أبو الطفلة جنات ما فيش معه حد، ما فيش معه قبائل وقفوا معه، ما فيش معه رجال، ما فيش معه مشايخ وقفوا إلى جانبه ويواجهوا القضية، لكن في معه رب، في معه الله سبحانه وتعالى سينصره. وقد قال الله في كتابه الكريم لأنصرنكم ولو بعد حين. يعني كم ما ماطلتوا بالقضية، وكم ما لعبتوا بالقضية، وكم ما حاولتوا تخفوا الأدلة، وكم ما حاولتوا تسووا اللي تسووا، باجي يوم ربي ينصره من فوق 7 سماء، باجي يوم بينتصر أبو الطفلة جنات، لأنه شخص مظلوم.